السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أكلم حضراتكم على موضوع كده، أنا مش عارف بصراحة. معظم الفيديوهات العلمية ما بتبقاش عليها قبول، مش عارف ليه، رغم إن إحنا بنشرح حاجات مفيدة جدًا، وبنقول لحضراتكم الحاجات دي بتعملوها في البيت. أنا ما باقولش حد ييجي يشتري من عندي، اللي بيشتري من عندي أنا باعملها واللي عايز يشتريها أنا باوفّرها له. لكن معظم الفيديوهات العلمية فيها استفادة، أنت ما بتخسرش حاجة، وأنا باشرح لك كل حاجة باستفاضة، ورغم ذلك ما فيش مشاهدات، ولا في لايك، ولا شير للفيديو، ولا حد بيشترك في القنوات العلمية إلا نادر. طبعًا ما ده شيء أنا بصراحة مستاء منّه. هي يا ريت الناس تهتم بالمواضيع العلمية، وبالذات العلاج بالأعشاب. وإحنا ما بنقولش لحضراتكم إن تعالوا اشتروا من عندينا، لأ بالعكس، إحنا بنقول لحضراتكم التركيبات وأسباب العلاج، وبندّيكم العلاج، وبنجاوب على أي سؤال حضراتكم عايزينه. مجانًا بتاخد كل المعلومات اللي إحنا درسناها طول أكتر من 25 سنة بعد ما خلّصنا الكلية، وإحنا برضه بنذاكر، وعشان نوفّر لحضراتكم المعلومات اللي إحنا بنقولها في الفيديوهات. يا ريت حضراتكم فضلًا وليس أمرًا الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس، وعمل شير للفيديو عشان الكل يستفيد. الفيديو ده عشان القضاء على تقصف وسقوط الشعر بداية من أسبابه والقضاء عليها. وشرحنا لحضراتكم برضو في الفيديو تركيبة بسيطة جدا وطريقة استخدامها. يا ريت اللي يستخدم التركيبة ويلاقي إن في نتيجة كويسة يكتب ده في كومنت. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.